زيزو مش كداب يا جماعة وبيرد عليهم بالمستندات. النهارده نيوم السعودي طلع صورة من العرض اللي كان مقدمه للزمالك وقال لهم يا جماعة زيزو مش كداب، احنا فعلا كنا عايزين نشتري زيزو من نادي الزمالك بعرض بقيمة 6 مليون دولار لنادي الزمالك و5 مليون دولار لزيزو، ولكن مجلس إدارة الزمالك رفض. النهارده نيوم السعودي بيثبت صحة كلام زيزو في لقائه مع ابراهيم فايق وان هو فعلا الراجل مش كداب. انت كنادي الزمالك واعضاء مجلس الاداره رد عليه بالمستندات لو انت فعلا ليك حق الرد او لو انت فعلا كنت على حق. انما انت كمجلس اداره الزمالك ده انت المفروض تعاقب بتهمه اهدار المال العام. انت ضيعت على نادي الزمالك 6 مليون دولار كنت ممكن تستثمره من خلال بيع زيزو لنادي اليوم السعودي، ما بعتوش ليه؟ هترد تقول ايه؟ هتقول انا خفت اللي هو يروح الاهلي؟ يا عم والاهلي ماله؟ والاهلي ماله؟ ده ساعتها النادي اليوم السعودي هو اللي هيدفع الفلوس، نادي اليوم السعودي هو اللي هيشتريه، نادي اليوم السعودي بقى يبيعه يقعده على الدكه يعمل فيه اي حاجه. خلاص اللاعب بقى خلاص لو انت بعته هيبقى في ذمه اليوم السعودي، انت نادي الزمالك مالكش فيه. انما انت دلوقتي مجلس اداره الزمالك كل اللي عليه يطلع يقول لك ايه؟ ده زيزو كذاب، زيزو خاين. لدرجه عمرو الادهم يقول لك ايه؟ ده كذاب. تبص لعمرو الجنايني بتاع لجنه التخطيط يقول لك ايه؟ ده مش راجل اصلا، انت بتقول راجل كذاب، ده مش راجل اصلا. طب ليه يا استاذ عمرو؟ ما هو زي ابنك برضو اللي انت بتغلط فيه ده. ليه يا استاذ عمرو؟ عمل لك ايه؟ انت ولا عرفت تجدد للاعب ولا عرفت تستثمر منه، يعني ما عرفتش تبيعه، ما عرفتش تجدد له. طب انت ما جددتش اللاعب كنت بعته. طب مش عايز تبيعه والعقده خلص، عايز الراجل يعمل ايه؟ يقعد يتسول في الشوارع ولا يشوف مصلحته؟ لا يشوف مصلحته. هيروح يلعب في النادي الاهلي، هيروح يلعب كاس عالم الانديه، هيروح يلعب مع اكبر نادي في افريقيا، هيروح يلعب مع اكبر نادي في الشرق الاوسط، هيروح يلعب مع نادي القرن، هيتألق، العالم كله هيشوفه، هيلعب قدام ميسي. انت ليه بتكرهه؟ يعني ليه بتكرهه للانسان الخير؟ ما زيزو ده يا جماعه يعني يعتبر لاعب مصري، ليه تكرهه له الخير؟ تبص برضو للاستاذه ماجي الحلواني تقول لك ايه؟ يلا في 60 داهيه. طب ليه في 60 داهيه؟ ده حازم ابنك، طبعا ماجي الحلواني ام حازم امام، ده حازم ابنك لما كان بيحترف بره كلنا كنا بنشجعه وبنسانده. ليه تقول لي في 60 داهيه؟ ما يعتبر زي ابنك برضه. ده كلنا يعني كنا بنشجع حازم على الرغم ان هو زملكاوي، كنا بنشجعه ونقف في ظهره. ليه ما زيزو مثلا يروح النادي الاهلي؟ ما ده اسمه احتراف. ليه ما تشجعوش؟ ليه تحقدوا عليه؟ وبعد كل دوت تبص تلاقي ان زيزو محترم والله. ابراهيم فايق يساله يقول له يا زيزو لو بتلعب قدام الزمالك وجبت في الزمالك جون تحتفل؟ قال له لا ما احتفلش. ليه يا زيزو؟ قال له لا ما احتفلش، انا بصون العشره، باقي على العشره. قال له برضه نادي الزمالك ليه عليه فضل، برضه انا بحترم جمهور الزمالك. في ظل ده كله وتلاقي مجلس الاداره يطلع يشتم اللاعب يا عيني، وتلاقي بعض جماهير الزمالك يشتموه. طب ليه يا جماعه؟ هو نادي الزمالك ولا جدد للاعب ولا باعه ولا استثمر فيه، وعقد الراجل خلص خلاص من حق اللاعب بقى فري. افهمها لكم ازاي؟ اللاعب بقى فري، طالما فري شوف مصلحته. ليه بتكرهه للناس الخير؟